السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا عارف ان الفترة اللي فاتت دي اتأخرت عن تسجيل البروبلم اللي عليها الدور. الفترة اللي فاتت دي كان عليها ضغط شوية، فهحاول ارجع بإذن الله نحل كده زي الأول. فتعالى كده نشوف السؤال اللي كان عليه الدور فين. ماشي. طيب السؤال اسمه Department Highest Salary. فهنا مديني تيبل الأولاني اي دي ونيم وسالري والديبارتمنت اي دي. تمام. والتيبل التاني هو فين؟ التيبل التاني فيه اي دي ونيم. اي دي ونيم بتوع مين؟ بتوع الديبارتمنت. هو اللي فوق اسمه ايه؟ امبلوي، واللي تحت اسمه ايه؟ الديبارتمنت. طيب السؤال عايز ايه؟ عايزني افايند الامبلوي اللي عندهم اعلى سالري لكل ديبارتمنت. يعني ايه في كل ديبارتمنت؟ هات لي الموظفين اللي ايه؟ اللي بياخدوا اعلى سالري. وانهي اوردر. ماشي. يعني مثلا هنا عندي هنا تو ديبارتمنت، عندي واحد واثنين، فالواحد ده هيكون من اعلى فيهم. عندي 9000 9000، هو خد الثاني. اوكي، خد المتكرر. ماشي. وبالنسبه للديبارتمنت الثاني خد الايه؟ ال 8000 عادي. وده اللي حصل يعني. اوكي. طيب في حاله زي كده نعمل ايه؟ احنا بنقول لك اللي هو عايزين نطلع اعلى سالري من الايه؟ الديبارتمنت. فبالتالي احنا عايزين نعمل جروب باي للديبارتمنت اي دي. في الاول كده احنا عندنا تو تيبلز، فلما يكون عندنا تو تيبلز نعمل ايه؟ او اكتر من تيبلز، نعمل ميرج. فمثلا خلينا كده نقول ان الداتا فريم بتاعتي ميرجت بتساوي بانداز ميرج. تمام. ما بين مين ومين؟ ما بين الامبلوي والديبارتمنت. تمام. طيب مين اللي على اليمين ومين على الشمال؟ فمثلا ممكن نقول ان الليفت نخليها مثلا مين الايه هو ده الديبارتمنت اي دي، عشان عندي بس هنا في تو اي دي، فهو يعني هيحصل ميسنج في الموضوع فايه. ونخلي الرايت نخليها الايه الاي دي عادي. حلو. كده معانا تيبلز كبير في ميرج ما بين الامبلوي والديبارتمنت. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجروب باي ما بين جروب باي الايه؟ الديبارتمنت، واشوف اعلى سالري. يعني ازاي؟ يعني اعمل كده. يعني اقول مثلا ماشي دي اف ميرجت. جميل. دوت جروب باي في سوري بقى ايه الايه؟ الديبارتمنت اي دي. ونجيب مثلا نقول لك ان الماكس ده الاجريجيشن بقى. نقول ان السالري هو ده صح. امتى يكون صح؟ لو كان مطلع لي واحد بس من الايه 9000، يعني كان اخر واحد كان هيشوفه فيطلع لي ده. و وهنري، يعني هيطلع لي هنري ماكس بس. آه جيم ده مش كنا نشوفه خالص. طيب نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين نطلع لو وارد يكون في طبعا اكتر من موظف بياخد نفس الايه السالري، وده يكون ايه الهايست. فبالتالي مش هنحتاج ايه الاجريجيشن، نشيل خالص الاجريجيشن وهنستخدم اللمبدا. اوكي. فهنقول كده بقى ايه ابلاي الايه اللمبدا اكس، حيث ان اكس اوف. طيب ماشي. عايزين نقول بقى ان الاكس اوف الايه؟ اوف السالري. انا كده خلاص سوري. انا كده خلاص انا كده خلاص عامل جروب باي بالديبارتمنت اي دي، وابدا ايه ابص بقى على الاجريجيشن بتاعنا. فاقول لك مثلا ايه الكولومز بتاع السالري. والله لو هو بيساوي آه ماشي نقول ايه السالري دوت ماكس. كل سالري من الموجود ده هيساوي الماكس، خلاص خده معاك. انا مستخدم لامدا. طيب انا محتاج اخزن التيبل الجديد ده اللي هيطلع في داتا فريم.
فتعالى كده نبص بصة كده على آم، على ايه؟ على الداتا فريم. نبص بصة كده عليها. ماشي. فعلا هو بدأ يجيب لي مين؟ الموظفين اللي عندهم أعلى سالري بناء على الديبارتمنت. طبعا هو زعلان ليه؟ علشان الديسبلاي نفسه مش زي ما هو عايزه. طيب احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين نحدد الكولومز اللي احنا عايزينها، واظن الاسماء الكولومز مش زي ما هي موجوده، فمحتاجين نغير فيها. طيب آه طيب احنا محتاجين بالترتيب كده مين؟ محتاجين الديبارتمنت والامبلوي والسالري. طيب الديبارتمنت هنا عندنا مين؟ الديبارتمنت هو اللي هو نيم اوف واي، وكنا محتاجين نقول الموظفين نفسهم اللي هو نيم الاكس والسالري. جميل. كده خلصنا؟ لا لسه محتاجين بقى ايه؟ نغير في اسماء الكولومز. واول واحد ده هيكون عندنا الديبارتمنتس، وتاني واحد ده هيكون عندنا الامبلوي، وتالت واحد ده هيكون عندنا ايه؟ السالري. بس كده، وهنريتيرن الداتا فريم بتاعتنا. شوف كده صح ولا لا؟ اظن كده خلاص هتفت. accepted submit. اوكي accept. بس كده، هو كان سؤال بسيط جدا، هو معتمد بس على فكرة انك مش محتاج او لو استخدمت اللي هي الدوت ماكس دي الاجريجيشن مش هتفت معاك، لانك محتاج تكرر الرقم المتكرر ده بالنسبة لأعلى سالري، فكنت محتاج تستخدم ايه؟ اللامدا. بس كده. اشوفكم في السؤال اللي جاي. مع السلامة.